لما يكون عندك حد في مرض الموت وبعد ما يموت المورث تتفاجأ ان في حد معاه عقد بيقول لك ان المورث بتاعنا او الشريك بيننا ما بينه المورث باع لي قطعة ارض 61 فدان ومعاه عقد بالكلام ده. فانت طبعا لما يكون عندك مورث توفى رحمة الله وتتفاجأ ان في شخص يظهر بعقد يقول ان المورث قبل ما يموت تنازل له عن قطعة ارض، هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، لأن الموضوع ليس مجرد ورقة بل يتعلق بحقوق ورثة كاملين. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل العقد هذا صحيح فعلا أم إنه صدر في ظروف غير طبيعية؟ في حكم مهم صادر في 6 أبريل سنة 1939 نتكلم عن دعوة بدأت أمام محكمة أول درجة بطلب صحة توقيع، دعوة صحة توقيع على عقد بيع صادر من مورث، والعقد كان مؤرخ في 5 أبريل سنة 1928، والذي معه العقد حاول أن يستخدمه كدليل قانوني يثبت به حقه، فلجأ إلى القضاء ليحصل على حكم بصحة التوقيع، وهو إجراء قانوني معروف، ورفع الدعوة في مواجهة الورثة لأنهم أصحاب الشأن بعد وفاة المورث. محكمة أول درجة نظرت الدعوة واستمعت إلى أقوال الطرفين وفحصت الأوراق، لكنها في النهاية لم تقتنع بطلب المدعين، فأصدرت حكما برفض الدعوة برمتها، أي أنها لم تقر بصحة التوقيع ولم تعطي أي أثر للعقد، وهو ما دفع المدعين إلى الطعن على الحكم بطريق الاستئناف، وبذلك انتقل النزاع إلى محكمة أعلى، وهنا أصبحوا يسمون المستأنفين، بينما أصبح الطرف الآخر هم المستأنف ضدهم، وتمسك المستأنفون بنفس طلبهم الأصلي وهو إثبات صحة التوقيع. أثناء نظر الاستئناف حصل تطور مهم جدا، حيث تمسك المستأنف ضدهم بدفع جوهري، وقالوا حتى لو صح التوقيع فأن العقد نفسه باطل لأنه صدر من المورث وهو في مرض الموت، وهي حالة قانونية خاصة تثير الشك في سلامة الإرادة، وبالتالي يكون التصرف غير معتدى به. وهنا اتسع النزاع ولم يعد مقتصرا على صحة التوقيع فقط، بل شمل صحة التصرف ذاته، وهو ده اللي طعن فيه الورثة، لأن الورثة حسوا أن أو المستأنفين قالوا أن ده حكم صحة توقيع لا ينصب إلا على التوقيع. محكمة الاستئناف المفروض ما تتعرضش لأي حاجة جديدة. محكمة الاستئناف لم تهمل هذا الدفع، بل قررت التحقيق فيه، وبحثت في حالة المورث وقت التوقيع، وسمحت لكل طرف بتقديم أدلته، وبعد الفحص والتدقيق ثبت لديها أن المورث كان فعلا في مرض موت، وأن هذا المرض منعه من مباشرة أعماله العادية واستمر معه حتى وفاته. وعلى هذا الأساس رأت المحكمة أن العقد لا يعتد به قانونا، وبناء على ذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكمها وقضت برفض الدعوى بالنسبة للطاعنتين لثبوت صدور العقد في مرض الموت. وهنا اعترض المستأنفون ورفعوا طعنا أمام محكمة النقد، وتمسكوا بأن محكمة الاستئناف قبلت أمرا جديدا لم يطرح أمام محكمة أول درجة. ومعروف إحنا لما نرفع دعوة صحة توقيع ونكتب العريضة، أي حاجة ما قلناهاش في العريضة
وما تجلسش قدام محكمة أول درجة لما تخسر الدعوة تيجي تعمل استئناف. ما ينفعش انك انت تبدي طلبات جديدة الا اذا كانت مطلوبة اصلا امام محكمة اول درجة. محكمة النقد ردت على ذلك وقررت انه متى كان الحكم الابتدائي قد رفض الدعوة برمتها فأن الاستئناف ينقل النزاع كله إلى محكمة الاستئناف وليس جزءا منه فقط. كما أكدت أن الدفع بمرض الموت لا يعتبر طلبا جديدا بل هو وجه من أوجه الدفاع ويجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. وفي النهاية قضت محكمة النقد بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنتين بالمصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة، وبذلك أصبح حكم محكمة الاستئناف نهائيا. وتأكد المبدأ القانوني المهم وهو أن الاستئناف يعيد النظر في النزاع كله متى كان حكم محكمة أول درجة رفض الدعوة بجملتها، وأن أوجه الدفاع يجوز إبداؤها ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف اللي هو كان الدفع بأن العقد تم أثناء مرض الموت. يعني المستأنف ضدهم ما قالوش لا، قالوا يجوز حتى لو كان العقد صحيحا، لكن العقد ده يشوبه وفي حاجات بتشوبه زي انه قد يكون اتاخد في مرض الموت، او حتى لو كان صحيح لكن اتاخد في مرض الموت اتاخد بيه عن طريق الغش، عن طريق واحد مش دريان بحالته، بصمته كتبته مضيته وقعته كده يعني. فمحكمة النقد قالت طالما ان محكمة اول درجة ما فصلتش في الموضوع، محكمة أول درجة رفضت الدعوة كاملة جملة وتفصيلا، فالاستئناف يعتبر نقل الدعوة برمتها كاملة، عطى الأولوية لمحكمة الاستئناف إن هي تفعل ما تشاء. وقالت محكمة الاستئناف إن الموضوع دي مش طلبات جديدة قدام محكمة الاستئناف، لكن ده دفع جوهري، دفع بأن التوقيع تم أثناء مرض الموت، وبكده تم رفض الطعن من المستأنفين. شكرا جزيلا لكم، نسيبكم تكملوا مع الفيديو. زي ما اتفقنا سابقا انت الفيديو هتشوفه بالترجمة، لكن عشان تشوف الحكم من الاول هتبدأ تكتم الصوت او توطي التليفون وتراجع حتة حتة وتوقف الفيديو لغاية ما تفهم الفيديو بالكامل.